ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده نستنى الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ونشوف النهارده هنعمل ايه بمناسبه النهارده الجمعه واول جمعه من بعد ايه غير مثلا شهر. كنت في البلد بقالي شهر اهو. فبقى ايه النشاط والحماس بقى ايه شغالين، مع ان انا عايزه اقول لكم بقى ساعه ما جيت من البلد وانا كسلانه اموت. قلت بقى النهارده الجمعه نقوم نعمل لهم اكله حلوه كده ايه ترم بدنهم وتعوضهم ايه عن الشهر بتاع الكسل واللي انا كنت سايباهم فيه. و يعني اتمرمطوا بصراحه يعني. كده ايه انا كنت ببشر في البصل في الاول وضربت الطماطم، وتعالوا بقى ايه اقول لكم هنعمل ايه. حطيت الحله على النار وحطيت فيها حتتين زبده يسيحوا بالمنظر دوت. بس ما بقدحاش على الاخر يعني، لان انتوا عارفين الزبده بتتحرق بسهوله. وهقوم جايبه حته اللحمه ومنزلها فيها كده بسرعه عشان اديها صدمه واشوحها. هرص اللحمه في الحله، وببقى مجهزه بقى حاجه تانية فيها ميه بتغلي. تعالوا بقى اقول لكم على بهاراتي بسرعه كده قبل ما انزل بيهم. حطيت ايه؟ حطيت 7 بهارات، وحطيت فلفل، وحطيت كمون، وحطيت مستكه، وحطيت حبهان، وحطيت لوري، وفيها ايه تاني حطيتهم وكبابه صيني، وحطيت لومي وقرفه خشب بس ما صورتهمش وانا بحطهم يعني. بس بقيه البهارات هتلاقوها دلوقتي. وطبعا بصلايه على طماطمايه، الكلام اللي انتوا عارفين اللي مفيش غنى عنه يعني، اللي بيخلي الشوربه ايه طعمه وفاخر من الاخر كده. ننزل بقى ببهاراتنا وحبشتكناتنا زي ما قلت لكم. واللي يوصل لحد هنا ما ينساش الكومنت واللايك. يعني بجد انتوا احبطتوني كتير كده عليا. بعد ما الدنيا ابتدت تتعدل شويه رجعت نامت تاني كده كتير. احط برضو زي ما انتم شايفين كده بحط البهارات. بصي كل البهارات اللي نفسك فيها تقومي جايه حطاها تدلعي ايه، تدلعي شربتك. انا الحاجه الوحيده اللي ما حطيتهاش وانا بحبها القرنفل، لان جيت احط لقيت العلبه بتاعتها فاضيه. عارفين اللي هو اتصدمت يا ولاد اللذينه كده. خلصوا القرنفل ولا مشينا، مع اني كنت لسه جايبه وكانت ايه البطرمان مليان قرنفل عشان احنا بنحب نشربه في الشاي اصلا. زي ما انتم شايفين كده كنت برمي البهارات فيها واقوم جايه بقى مديها تشويحه شمال ويمين، والميه هتكون بتغلي عشان ينزل بيها على اللحم. وما حطيتش طبعا الملح. انتوا عارفين احنا بنحط الملح في الاواخر، وفي ناس بتحطها من الاول يعني، على حسب. او على حسب ما كل واحد يتعود. انا اتعودت ما احطش الملح في اللحمه غير هو في الاخر. ودي كده جبت الطماطمايه كمان قطعتها. وايه بقى إيه عمكم حفني يا ولاه ماسك التليفون عمال رايح جاي بيه. انا مش عارفه انا بذنب نفسي والله العظيم، انا اللي بعمل في نفسي كده ليه؟ طب ما انا عندي الستاند ما بحطوش ليه واصور عليه؟ مش عارفه، كسل ما تفهموش. إيه مش عارفه في ايه بالظبط. ويفضل بقى ايه ايده راحه جايه الكلام ده. بصوا كده بقى ايه انا ابتديت اقلب فيها بالحله عشان اخلعها، واقوم جايه ايه الحتت اللي ما اتقلبتش اقوم جايه قلبها كده. شايفين انا عايزاها ايه تاخد الصدمه ديت كده عشان تفضل حته اللحمه طريه من جوه. وانا مقطعاها اساسا صغير يعني ما كنتش عاملاها حتت كبيره، كنت عاملاها حتت صغننه عشان قلت ادلعهم بقى النهارده وايه والحبشتكنات والكلام ده بالمنظر الجميل دوت. وقلت ايه حاطه عليها الميه اللي بتغلي زي ما انتم شايفين. كنت انا حطيت اللومي والقرفه في قلبها. وطبعا إيه انتوا احنا كلنا عارفين عشان الشوربه تطلع حلوه لازم نشيل ايه الزفر اللي على الوش. تعالوا بقى نخش على المفيد. بصوا شايفين النهارده الجمال ده؟ ده ملح كزبره كمون فلفل اسود ومعاه جوز الطيب. هاخد شويه ملح وشويه فلفل اسود على البصل المبشور، وهم جايه ماسكاه دعكاه كده بسرعه. والرز انا غسلاه ومصفيه اهو. بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. انا بحب على فكره اشتغل بايدي. انا ما بعرفش البس جوانتي اشتغل بيه، ان ما حسيتش الحاجه وانا بشتغل ما ما اعرفش، لازم ابقى حاسه الحاجه كده بايدي. رحت اغسل ايدي طبعا مكان البصل، ورجعت حطيت الخضره. انا مخرطه الخضره هنا كان في الطبق دوت على ايه على الرز والبصل.
عارفين هنعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. هنعمل حاجه حلوه والله. قلت بقى ادلعهم واروق عليهم، اعوضهم ايه عن ايام المكرونه. مكرونه جمال بيقول يا ماما محمد ما بيعرفش يعمل غير مكرونه. كل يوم ايه مكرونه، كل يوم ايه مكرونه. جبت جوز الطيب كده وبشرت مثلا بتاع ربعها. بتدي نكهه وطعم حلو قوي. تعالوا بقى الاول هقوم جايه مقلبه ده كله كده في بعضه بسرعه 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 بسرعه. واحط شويه زيت بس مش هكتر. ليه مش هكتر؟ هقول لكم انا دلوقتي. انا هحشي ممبار. ماشي. الممبار اما باجي انضفه، الدهون اللي بتبقى فيه ده انا بشيل اللي مش نظيف بس. والدهون النظيفه بسيبها وبغسلها كويس بالدقيق وبنقعه اكتر من مره. وبعدين بحشي الممبار مقلوب. يعني الدهن اللي فيه لجوه مش لبره، فبيسيح على الرز فبيديله طعم. فعشان كده هنا ما بحطش زيت كتير. بعتمد اكتر على الدهون اللي جوه الممبار. والممبار يا جماعه ما بيبقاش حلو في اللي هي الصلصه المتقليه. ما بيعجبنيش صوابع عم كحفني يا وليه. بقوم جايه ماسكه. بصوا صباع الممبار بصوابعي الاتنين كده، وبالايد التانية اشتغل يا باشا على طول على طول. زي ما بقول لكم هو الممبار اما بيتحشي الخلطه بتاعته ني في ني بيبقى اطعم بكتير من المتسبك. وده اللي احنا اتربينا عليه. يعني انا وحتى بعد كده جربته متسبك وجربت كده، لا هو الني في ني اطعم بكتير. بصي بقى كده انت مش بتملي الصباع على الاخر، ولازم تفردي الرز فيه كده كويس وتسيبي حته من هنا من قدام وحته من هنا من قدام فاضيه، عشان لما بينزل في الميه السخنه اما بيكش الرز بيطلع منه كتير. وادي الصباع التاني وانا هكمل بقى الباقي على نفس ايه الوضع دوت. تبططي الرز فيه زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا عماله اوريهولكوا شمال ويمين. طبعا انا حطيت الحله على النار، ودي كانت كميه الممبار اللي انا حشيتها. وحطيت الميه ايه على النار تغلي. خلاص هي كده ايه. انا كانت غليت وانا كنت مطيه عليها. هنزل بقى بالممبار. اول ما بتنزليه في الميه المغليه على طول بيقوم جاي ايه. بصوا كاشش كده على طول ويقوم جاي بقه مقفول. عشان كده بقول لك تخلي حته مفتوح يعني حته فاضيه من فوق، عشان لما بتيجي تلم الرز كله بيطلع منها بره. وهنا بقى قلت ايه انا مش هعمل رز ومش هعمل حاجه تانية. انا هعمل شويه شعريه. وهنا كنت بحمر الممبار كمان. كان استوى خلاص. فقلت احطه بقى في الطاسه يتحمر جنبي. وفي الحله حطيت شويه شعريه عشان احمرهم بالمنظر ده. حطيتهم مع حته زبده. وحطيت عليهم ورقتين لورا وحبهين وواحدتين. الله اكبر العظيم يا ست ودهم لله. وحطيت واحدتين حبهان. وحطيت كمان واحده لومي واشوح بقى ايه في الشعريه بحمرها بمعنى اصح. ماشي. وحطيت مكعب مرقه اهوت هريته. وكمان هحط ايه. هحط شويه كركم بس تقريبا هنا ما تصورش وانا بحطه. انزل عليها بقى بالشوربه. قلت بلاها رز بقى والكلام دوت ونجدد شويه في الاكل. فاعمل لهم ايه شعريه ناكلها بدل الرز. طبعا بصوا انا بحط بالكبشه زيت. هقوم جايه شايله الحله وهوب مره واحده بالحله واقلب. وقمت جايه كمان حاطه ايه معلقه صلصه. بصراحه كانت الريحه والطعم حكايه. هسيبها بقى تتشرب. وهنا ايه طبعا كنت مطلعه اللحمه من الشوربه تهدى. وجمال ده اللي كان بيلعب في الزبده. يعني إيه ابوه مشي وهو جه يكمل. هنا وانا كنت خلاص بطلع الممبار. بالمنظر الجميل دوت. انا من عشاقه اساسا. هنا برضو ما سبتش الزبده تسخن قوي عشان ما تتحرقش. انا عايزه اللحمه تاخد طعم الزبده. زي ما انتم شايفين كده. وهسيبها ايه لما تاخد تشويحه كده من ناحيه واقوم جايه ايه قلبه زي ما انتم شايفين على الجنب التاني على طول. بالمنظر دوت. وطبعا الممبار لسه شغال. وما تنسوش اللي يوصل لحد هنا اللايك والشير والكومنت. وتصلوا بينا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام.
هرجع اقول لكم كده بقى كتير عليا كده كتير، ها، تحذيري الاخير. بحب انا ارش على اللحمه ايه شويه ملح بفلفل. وغرفت الشعريه بالمنظر ده، وبقى بالمنظر الجميل ده. ايه رايكم فيه؟ تسلم ايدي والله، صح. وادي الممبار كمان كنت حمرته، وعملت غرفت الشعريه باللحمه. وكده اكون عملت معاكم غدا النهارده، واشوفكم في فيديو جديد، ويا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. ولايك وشير، مع السلامه.